اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تخيل إنك بتدور على بترول فتلاقيه مش بس تحت البحر، ده تحت طبقة ملح ممكن يوصل لحوالي كيلومترين. القصة دي موجودة في البرازيل واسمها بري سولت. طب إيه حكاية البترول ده؟ من أكتر من 100 مليون سنة أمريكا الجنوبية وأفريقيا كانوا جزء من كتلة قارية واحدة، ومع بداية انفصالهم بدأت تتكون أحواض وبحيرات ضخمة في المنطقة اللي بقت بعد كده المحيط الأطلسي. وفي البحيرات دي تراكمت كميات ضخمة من المادة العضوية، خصوصا من الكائنات المجهرية والطحالب. ومع الدفن والحرارة والضغط لملايين السنين تكونت الصخور اللي كونت البترول والغاز. لكن حصلت حاجة مهمة جدا، المناخ كان جاف والمياه اتبخرت بكميات كبيرة فتراكمت الأملاح فوق الرواسب، ومع مرور ملايين السنين تكونت طبقة ملح ضخمة فوق المكامن. والملح هنا عمل حاجة مهمة جدا، بقى سيل ممتاز ساعد على حبس البترول والغاز ومنعهم من الهروب للسطح، وعشان كده اسمها بري سولت لأن المكامن موجودة تحت طبقة الملح. طب تخيل بقى عملية الحفر، المنصة موجودة فوق البحر تحتها آلاف الأمتار من المياه والرواسب، وبعدين تدخل في طبقة الملح وبعدها توصل للمكمن الموجود تحت الملح. إجمالي العمق ممكن يوصل لحوالي 7000 متر من سطح البحر لحد المكمن، وده كان تحدي هندسي ضخم لأن الحفر خلال طبقة الملح مش سهل، والضغط والحرارة والأعماق الكبيرة محتاجة تكنولوجيا متقدمة جدا. والنتيجة البرازيل قدرت تطور واحدة من أهم مناطق إنتاج البترول في المياه العميقة في العالم. ومن أشهر حقول البري سولت توبي، بوزيوس ومارو. والبري سولت موجود بشكل رئيسي في سانتوس بيسن وكامبوس بيسن قبالة الساحل البرازيلي. يعني ببساطة البرازيل مش بتطلع البترول من تحت البحر وبس، دي بتطلع بترول من تحت البحر وتحت الملح كمان. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.